من نهر النيل أطلب تحية قناة إصآر الفضائية الصدارة في ولاية نهر النيل في مدينة عطبرة مقر رئاسة وزارة الصحة بولاية نهر النيل. نسعد جدا في هذا اليوم أن نكون في حضرة الدكتورة ماجدة عبد الله وزيرة الصحة بولاية نهر النيل المكلف مدير عام الصحة بالولاية. لك التحية ونحن في مكتبكم العامر ونحن نشرف ولاية نهر النيل ونكون بينكم في هذا اليوم. وعليكم السلام والرحمة. أهلا بقناة الصدارة أو شبكة الصدارة في ولاية نهر النيل الولاية المضيافة لكل ولايات السودان. لك التحية ونحن يمكن أول لقاء رسمي نجريه عقب وصولنا الولاية في وزارة الصحة. فرصة طيبة جدا نشكر فيها إدارتكم التنفيذية وإدارة الإعلام بوزارتكم العملاقة ونمنياتنا لهم جميعا بالتوفيق ونفوس الأستاذة عالية وكوكب أميرة داخل وزارة الصحة بنهر النيل. كذلك لا يفوتنا أن نشكر السيد والي ولاية نهر النيل السيد الدكتور حمد البدوي، وكذلك نشكر إدارة مكتب السيد الوالي إدارة المراسم والإعلام وكل القائمين على أمر الحكومة في نهر النيل. بداية السيدة الوزيرة دكتورة ماجدة عبد الله طرأت على البلاد عدة تحديات ألغت بظلالها على الوضع الراهن في البلاد. نبدأ من حيث الأوبئة والمهام التنفيذية التي قامت بها وزارتكم في هذا الجانب. الولاية صراحة في بداية هذه الحرب استقبلت أعداد كبيرة من الوافدين من كل ولايات الحرب. زاد عدد السكان ما يقارب 7 أضعاف سكان الولاية الأصليين، فبالتالي كان هنالك ضغط على الخدمات الصحية بكثرة الأعداد الوافدة إلى الولاية. لكن أنا دائما عندي مقولة بقول إنه الحرب فيها نعم ونغم، ونحن كوزارة الصحة صراحة استفدنا من نغم الحرب بإنه جاتنا كوادر مدربة في كثير من الخدمات العلاجية، واستفدنا منها في إنه شغلنا كثير من المؤسسات اللي كانت غير مشغلة نتيجة لنقص الكوادر، وقدرنا نقدم الخدمات لأهلنا في نهر النيل مقيمين ووافدين عبر المؤسسات الصحية وعبر مراكز الإيواء. والحمد لله نجحنا بفعل حكومة الولاية على رأسها أخونا دكتور ود البدوي الولاية التي استضافت كل ولايات السودان، وقدرنا نقدم الخدمات عبر هذه المؤسسات الحمد لله. نعم، تحية جميعا. وكذلك لا ننسى الجهود العظيمة لوزارة الصحة الاتحادية إن جعلت من نهر النيل مغرا دائما لكل الأدوية والعلاجات. يمكن ظلت دوما الوزارة الاتحادية تضع عطبرة كأولوية في كل جوانبها. ولاية نهر النيل طبعا هي عبارة عن البوابة الجنوبية لولاية الخرطوم، لذلك كان هنالك اهتمام من قبل وزارة الصحة الاتحادية لوزارة الصحة نهر النيل وكل ولايات الآمنة. والحمد لله تم توفير الإمداد الدوائي في طيلة الفترة السابقة عبر الوزارة وعبر المنظمات الداعمة. الحمد لله ما حصل انقطاع، ونحن صراحة أول ولاية كنا بنمد صراحة الولايات القريبة لنا زي الولاية الشمالية والجزيرة بالذات في الموضوع بتاع تحصين الأطفال. عندنا سلسلة بتاعة تبريد كبيرة في الولاية وتم تمديدها أو زيادة سعتها بواسطة منظمة اليونيسيف، ووفرنا كل اللقاحات للولايات المجاورة حتى ينعم أطفالنا بنعمة الصحة والعافية. تحديات كبيرة سيدة الوزير ألغت بظلال على البلاد بصورة عامة، وجعلت إنه الجميع في حالة طوارئ حتى إن شاء الله يوضع على هذا المرض. جملة تدابير وضعتها وزارتكم لمقاومة ومكافحة هذا المرض، المساحة لك في هذه. كثير من التدابير دائما بتتجه لها الوزارة في وجود أو ظهور هذه الأوبئة، ودائما نحن كما عودنا مواطن نهر النيل بنبداها بمنبر إعلامي عشان نملك الإعلاميين الرسالة التوعوية الواضحة أو نوريهم الموقف الوبائي بتاع الولاية من النواحي الصحية. فبدينا بمنبر إعلامي دعينا له كل الإعلاميين والصحفيين عشان يساعدونا في مكافحة هذا الوباء. وأنا بقول المرة دي الوباء بيختلف لأنه محتاج لتضافر جهود، محتاج لمكافحة مجتمعية، لأنه منزل لمنزل محتاج لتغيير بتاع المفهوم بتاع الثقافة أنه مكافحة بعوض الإيديز، لأنه قلت بعوض نهاري موجود في البيت، موجود في برميل الموية، وموجود في المكيف، وموجود في مقبض الحمام. فبالتالي محتاج إنه توعية للأمة القاعدة والأخوة القاعدة، وحتى أخواننا الشباب ذاتهم في البيوت لازم يساعدونا بالتجفيف، لأنه مبني الغذاء على هذا البعوض مبني على التجفيف. يعني أنت قدر ما تجفف الموية مرتين في الأسبوع أقلها بتقضي على هذا البعوض الناقل لحمى الضنك.
الحاجة الثانية مع التدابير ذاتها وفرنا صراحة علاج المرض اللي هو طبعا حمى الضنك مرض فيروسي غير قاتل وما أفتك من مرض الملاريا، لكن بس في هلع عند المواطنين، أعراضه بسيطة حمى وآلام. علاج أنا دايما بقول هي حبة بتاعت بنادول، أو لو ارتفع درجة الحرارة هي عبارة عن دربات بتاعت بنادول. الحمد لله نحن بالتواصل مع وزارة الصحة الاتحادية وصندوق الإمداد الاتحادي تم توفير عدد مقدر من دربات البنادول، لكن نحن المرة دي صرفه بتدابير حتى لا يباع خارج المستشفيات. نحن وفرناه مجانا في كل مستشفيات الولاية، لا يصرف إلا مجانا مريض منوم داخل هذه المستشفيات حتى نضمن وصول هذا العلاج لكل أهلنا مجانا في ولاية نهر النيل. نعم. سيد الوزير الدكتورة ماجدة عبد الله، لا نريد أن نتحدث عن التطمينات للمواطنين، ولكن هناك هلع منذ أن علم الجميع بظهور هذا المرض في نهر النيل، وعدد من المواطنين بسطاء أحيانا لا يعرفونه. يمكن عايزين مناشدة أو رسالة أو كده لمخاطبة مواطنين نهر النيل بصورة عامة، لأنه كان في نوع من الهلع بعد ظهور هذا المرض. والله طبعا حمى الضنك عند ظهورها في ولاية الخرطوم الولاية المجاورة كان بأعداد كبيرة، لأنه كل البيوت دي اتقفلت لمدة 2 أو ما يزيد، فبالتالي في هنالك في مياه متجمعة موجودة، فبالتالي تكاثر هذا البعوض وانتشر حمى الضنك كوباء في ولاية الخرطوم، ومن ثم انتقل إلى ولاية نهر النيل زي ما قلت عبر الوافدين. أنا حابة أطمن إنه حمى الضنك هي عبارة عن مرض فيروسي، والكل يعلم إنه علاج المرض الفيروسي دائما بيكون علاج داعم اللي هو السوائل. الزول يكتر من شرب السوائل أو العصائر. غالبا أغلبية المرضى صراحة بتكون عندهم ارتفاع في درجة الحرارة أو فطور أو صداع، يعالج بحبة البنادول. قليل من الأشخاص المصابين بحمى الضنك بيصلوا لمراحل متأخرة يحتاجوا لنقل صفائح دموية، وديل دائما بيكونوا كبار السن أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، لكن أغلبية الحالات ممكن حتى تمر بدون ما إنه الواحد يمشي لدكتور أو يسأل من العناية أو يكون عايز علاج، فبالتالي هو مرض بسيط إن شاء الله، وزي ما قلت لكم هو عواقبه ما أكثر من حمى الملاريا. احنا دكتورة ماجدة عبد الله شاكرين لك جدا هذا الوقت وهذا التوقيت، بنبعث لك كل الأمنيات الصادقة بالتوفيق والسداد في وزارة الصحة بنهر النيل. كلمة أخيرة ونحن على مشارف هذا اللقاء. والله أنا حابة أشكر صراحة حكومة الولاية لوقفتها دائما في كل مشاريع أو كل هموم الصحة، ما أن طرقنا باب السيد الوالي ووزارة المالية إلا وكانت كل دعوماتنا أو كل ميزانياتنا مستجابة، لأنه دائما السيد الوالي بيقول الصحة أولا. لو كانت هنالك كلمة شكر فللكوادر الصحية جيشنا الأبيض الموجود في ولاية نهر النيل وفي كل السودان، وتحية أخيرة للقوات المسلحة، وربنا ينصر الجيش في كل المحاور وينعم أهلنا في السودان بنعمة الأمن والعافية. نعم، لك التحية والتقدير. لم تترك السيدة الوزيرة دكتورة ماجدة عبد الله شاردة ولا واردة في هذا اللقاء. تحدثت عن جيشنا السوداني العملاق الأبي العظيم، وتحدثت أيضا عن الجيش الأبيض الذي ظل يعمل بجد وجهد ولا يغل دوره عن معركة الكرامة وإسناد الوطن وانتصارات السودان بنهر النيل من مكتب السيدة الوزيرة في وزارة الصحة بنهر النيل. كانت هذه مساحتنا اليوم في حلقة خاصة جدا في أولى حلقاتنا من نهر النيل. لكم تحية طيبة زملاء الكرام، لكم التحية والتقدير، في أمان الله.